حابب في الفيديو ده أشارك معاكم بعض الحاجات اللي أنا كنت بعملها غلط لما كنت بستلم مشروع من عميل. وأنا طبعا بتعامل مع العملاء دايركت على طول، فكان بيبقى في حاجات وفي مشاكل بتحصل بتخلي المشروع ما يطلعش بالشكل المطلوب من الطرفين. برغم إن المشروع ممكن يبقى سهل أو الدنيا فيه كويسة وكل حاجة، بس في شوية حاجات اللي احنا بنقول عليها سوفت سكيلز يعني كانت هي اللي بتبوظ الموضوع، أو هي بتخليه رايح في سكة مش حلوة يعني. فالحاجات دي كانت ايه يعني؟ من ضمن الحاجات اللي كانت اتشكلت في دماغي لوحدها هي فكرة ان العميل بيديك اوردر معين فلازم تنفذه في الوقت الفلاني بالطريقة الفلانية. وده بيسبب عليك ضغط نفسي، ممكن يكون الضغط ده مش موجود اصلا او العميل مش عايز كده. طيب ازاي حليت الموضوع ده؟ يعني انا دايما لما بقيت استلم مشروع بفهم دماغ العميل، بشوف هو بيبص على ايه الاول، ايه المهم بالنسبه له، افهم البيزنس. يعني تدي نفسك مده في البدايه تفهم البيزنس بتاعه، تفهم دماغه ماشيه ازاي، علشان تقدر ان انت تتعامل معاه بشكل مرن شويه، وما يبقاش الموضوع ماشي بشكل زي ما كنت بقول طلبات واوامر واوردرز والحاجات دي. لا، هتحصل مشكله. فالفكرة كلها في ايه؟ ان العميل بيبقى عايز حد، او اغلب العملاء بتبقى عايزة حد يعني يشاركها الرأي. هو جاي لك عشان تنفذ له حاجة، تمام، بس هو برضو جاي لك عشان خبرتك، عشان تيجي تقول له ان الحتة الفلانية دي ممكن تنفع، الحتة دي ما تنفعش، عملتها في مشروع قبل كده وسببت مشكلة. فلازم يبقى فيه هات وخد زي ما بنقول كده، ما يبقاش الموضوع طلبات وخلاص يعني. فلازم تبقى شريك العميل تفهمه، تفهم هو بيفكر ازاي. فالنقطة دي مهمة قوي، ان انت تحسسه زي انك شريك معاه فعلا، حتى لو انت مش شريك فعلي، بس في نفس الوقت تديله الجزء بتاع خبرتك اللي هيفيده في الحتة دي، فيبقى الموضوع رايح جاي ما بينك وما بينه يعني. فدي نقطة من ضمن النقط المهمة قوي اللي انا ما كنتش فاكرها. انا كنت فاكر اللي هو بيتقال بالظبط يتنفذ بحذافيره، لدرجة ان الموضوع سبب لي ضغط نفسي، ان رنة التليفون نفسها كانت بتوترني، بتضايقني. فالموضوع اختلف لما بدأت اتعامل بفكرة ان انا اقترح عليه وان احنا نتناقش مع بعض كأننا اصحاب بالظبط. الموضوع مش لود خالص، الموضوع بسيط جدا. الهدف بتاعنا ان احنا نطلع بمنتج شكله كويس او بخدمة شكلها كويس جدا في البداية يعني. آه ف ودي من الحاجات اللي انا اكتشفتها، ان العميل فعلا بيفرح بالموضوع ده، هو مش عايز كلامه يتنفذ زي ما هو. لان زي ما احنا عارفين في عملاء كتير بتبقى مش عارفة هي عايزة ايه بالظبط في البداية، لان البيزنس لسه مش واضح، لسه الدنيا مش كلير قوي بالنسبة له، فانت محتاج ان انت تعرفه بعض الحاجات. فدي نقطة مهمة قوي لازم تاخد بالك منها. ما تنفذش الحاجة غير لما تفكر فيها، ولو عندك اقتراحات او انتقادات حتى ممكن تقول له عليها، وهو في اغلب الوقت يعني من خبرتي بيتجاوب مع ده، حتى لو هو شايف ان الخبرة او ان الحتة اللي انت قلت عليها دي مش مناسبة قوي. لكن يعني هيقدرها جدا وهيستفيد منها قدام. فخد بالك برضو من الموضوع ده. الحاجة اللي بعد كده ان انا كنت بعمل العملاء كلها بنفس الطريقة بنفس الدماغ. يعني مثلا انا بحب اكتب التاسكات بتاعتي في حتة معينة على تريلو مثلا. في عملاء ما بتحبش الحتة دي، بتحب ان هي مثلا تكتبها، في ممكن يرسم على ورق، على مايند ماب، او اي طريقة مناسبة ليه. فزي ما كنت بقول في الاول، تاخد مدة تفهم دماغ العميل ماشية ازاي، تفهم هو بيحب يفكر في ايه، علشان مش كل العملاء هتمشي على نفس الحاجة اللي في دماغك. فلازم تبقى فاهم كويس جدا النقطة دي، وتبقى فاهمها من البداية خالص قبل ما يحصل بقى مشاكل ويحصل حاجات احنا في غنى عنها، عشان حاجات بسيطة يعني. فخد مدة في البداية، مدة صغيرة، افهم بس طريقته واسلوبه ماشية ازاي. واسمع اكتر ما تتكلم كمان. هتلاقي نفسك الدنيا مشيت كويس وعرفت تتعامل معاه وهو كمان عرف يتعامل معاك يعني. الحاجة اللي بعد كده واللي مهمة قوي، ان انتوا تبقوا متفقين على ايه اللي هيتم. مش بنقول عقد بحذافيره، عقد مفصل والكلام ده، لا، بس تبقى عارف الموضوع اوله فين واخره فين. المديولز اللي انت هتشتغلوا عليها كل مديول هيبقى فيه ايه، مش لازم بالتفصيل، بس يبقى في حدود معينة هنبقى عارفين ان احنا مش هنخرج براها. التعديلات ممكن، يعني ممكن هنفترض انت شغال في مديول اليوزرز مثلا. المديول ده قعدنا نعدل فيه 3 شهور مثلا، انت كده كده جوه المديول لسه، بس التعديلات مش بتنتهي برضو، لازم تحط ديدلاين للتعديلات دي. لازم تبقى برضو نقطة مهمة قوي، تاخد الفيدباك من العميل أول بأول. لو قدرت تاخد الفيدباك كل يوم أو كل يومين، هيبقى أحسن لك وأحسن له. ما ينفعش تاخد المشروع أو الحتة دي
تغيب فيها اسبوع واتنين، وفي الاخر تكتشف ان الفيدباك اللي طالع لك يعني لستة طلبات قد كده. لا، خد فيدباك على طول، iteration بiteration كده، والموضوع هيبقى بالنسبة لك مفيد جدا، وهيبقى يعني سهل، وهيبقى الموضوع سلس، وهتلاقي ان الفيدباك اللي بيجي لك حاجات بسيطة لان انت بعت له حاجات بسيطة، وهتخلص وهنخلص على طول ونخش في اللي بعده. فما تركنش الشغل عندك وتبعته له مرة واحدة، لا، على طول تبقى مداوم معاه. وسيلة التواصل مهمة جدا جدا في الموضوع ده، ويعني قدر الامكان حاول تتواصل معاه وتاخد منه الفيدباك اول باول زي ما كنا بنقول. الحاجة اللي بعد كده الفلوس. أغلب الناس طبعا بيحصل معاها مشاكل في الموضوع ده، آخر دفعة مش بنستلمها، في مشاكل، العميل مش راضي عن الشغل، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، احنا عارفينها ومرينا بيها. فالافضل ان انت تقسم الشغل بتاعك لمايلستونز، ما ينفعش تاخد مثلا نص والنص في الاخر، يعني الدفعتين دول بيبقوا كبار قوي. فانت ممكن تقسم مثلا 20% في البداية، بعد كده 20% للمايلستون الاولاني، 20% للمايلستون التاني، وهكذا، على حسب برضو كبر المشروع وعلى حسب حجم المشروع. حاول انت تقسم المايلستونز او الدفعات بتاعتك لحتت صغيرة، وكل ما تسلم حاجة تستلم الفلوس بتاعتها، علشان ما تستناش في الاخر وتحس ان في بلك كبيره، فالعميل يحس ان هيدفع مبلغ كبير وهو لسه ما خدش اللي هو عايزه. لا، كل حاجه تخلصها، تاخد الفيدباك بتاعها، تشتغل عليه، تخلصه، قفلناه، اخد حسابه، وهكذا. فدي مهمه جدا ان انت تاخد بالك منها، وان انت تقسم الفلوس بتاعتك برضو من البدايه صح. ما ينفعش ان انت تبقى واخد مثلا مبلغ كبير جدا في البدايه وهو لسه ما شافش شغلك، وفي نفس الوقت ما ينفعش تاخد حاجه بسيطه قوي اللي هو لا، يعني تحس ان الموضوع مش جايب همه. فحاول تقسم الموضوع بشكل متساوي، وتتفق معاه من البدايه زي ما كنا بنقول من شويه، ان العقد اللي ما بينكم هو الاتفاق، سواء بقى في المديولز اللي هتشتغلوا عليها او في الفلوس او غيره. فدي مهمه جدا برضو ان انت تاخد بالك منها. الحاجة اللي بعد كده، ودي برضو مهمة قوي بالنسبة لي، هي فكرة إن في عملاء ما ينفعش تشتغل معاهم. مش كل عميل بيجي لك يسألك عن حاجة فهو بالنسبة لك فرصة إنك تشتغل معاه. لأ، في عملاء أنا عارف بتبقى صعبة جدا. في عملاء مثلا حاليا كمان في الموضوع بتاع الفلوس، تبقى أنت مثلا قايل إكس، هو عايز يخلي الموضوع ده يعني بيفاصل لأقصى درجة. أنا عارف إن العملاء بتفاصل وإحنا بنفاصل وكل ده، بس بيبقى في مارجن معين مسموح بيه في الفصال. لكن فكرة إن أنا أنزل المبلغ ده لرقم اللي هو 10% أصلا من اللي أنا طالبه مثلا، أو الكلام ده، لا، ده مش مقبول أصلا. فأنت لازم برضو قبل ما تمضي العقد أو تتفق مع العميل إن أنت هتشتغل معاه، تفهم كويس جدا زي ما كنا بنقول دماغه، وتفهم أسلوبه، وتفهم طريقة الدفع، وتفهم كل حاجة، وفي الآخر تقرر هل العميل ده يصلح إن أنت تشتغل معاه ولا لأ. زي ما هو برضو بيشوف العروض اللي بتجيله، وهل هي مناسبة ولا لأ. أنت نفس الكلام تقيم، علشان في حاجات احنا بندخل فيها ومشاريع بندخل فيها ما بنبقاش عارفين نخرج منها اصلا من كتر المشاكل وكتر الحاجات اللي بتحصل، احنا في غنى عنها من البدايه. فادرس الموضوع كويس، افهم العميل عايز ايه، هل هو واضح ولا لا. مش لازم يبقى واضح 100% على فكره، بس في نفس الوقت ما تبقاش كل الدنيا غامضه وتروح تمضي معاه لمجرد ان انت تستلم مشروع وخلاص. لا، لازم تحسب الموضوع كويس، وتقول العميل ده هشتغل معاه او المشروع ده هشتغل فيه ولا لا. دي بعض الحاجات اللي خلتني يعني إلى حد كبير تحسن طريقتي مع العملاء، تحسن جودة المشاريع اللي بتطلع، إن ده برضو بيأثر على جودة المشروع. أنت ممكن يبقى المشروع سهل جدا، بس المشاكل الكتير واللخبطة والحاجات دي كلها بتعمل نفسية مش حلوة، وبتخليك مش قادر تشتغل أصلا. وفي الآخر العميل برضو مش بيبقى مبسوط، وأنت ما بتاخدش فلوسك، فكل الأطراف طلعت خسرانة. فحاول ان انت تمشي زي ما كنا بنقول، تاخد بالك من النقطة اللي اتكلمنا فيها، واكيد باذن الله حاجات كتير جدا هتتحسن لو انت خدت الموضوع ده فعلا بالطريقة دي، وان انت تتعامل الى حد ما فريندلي، بس بحدود معينة، وب يعني بحدود واضحة، علشان الدنيا بس ما تبقاش تروح في حتة احنا مش حابينها يعني. فحبيت اشارك معاكم الموضوع ده، وان شاء الله يبقى في نقط مفيدة. ولو في اي حاجه ممكن تكتبوها لي في الكومنتات نتناقش فيها مع بعض. لو في حاجات مثلا انتوا برضو قابلتوها او كده نتناقش فيها مع بعض، هكون مبسوط بيها جدا يعني. وشكرا جدا.